أهلا بيكم. رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين. فات 6 أيام من شهر رمضان الكريم، وفاتت مع 6 حلقات من مسلسلات ال15 يوم الأولى من الشهر الفضيل، واللي بتعرض عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية من السباق الدراما الرمضاني اللي متعودين عليه كل رمضان. وإلى الآن مفيش شيء ينبئ بأنه هيكون موسم زاخر بالأعمال الفنية والدرامية اللي تلفت الانتباه. بالعكس، فمعظم الأعمال تقريبا مكررة وموضوعاتها قديمة ومعادة بشكل ملحوظ. وبالرغم من كده، في بعض الأعمال ظهرت فيها لمسة من المتعة أو على الأقل عدم الملل أثناء تجربة المشاهدة. اخترت لحضراتكم منها واللي هنبدأ بيه سلسلة مراجعات أعمال دراما رمضان 2026، مسلسل اتنين غيرنا. ويلا بينا نتكلم شوية عن ال6 حلقات الأولى من المسلسل. اتنين غيرنا من بطولة النجوم آسر ياسين ودينا الشربيني، مع نور إيهاب وسحر رامي ومحسن منصور وصفوة، ومعاهم ناردين فرج وفدوى عابد، وضيافة شرفية مميزة لهنادي مهنا وصدقي صخر. ومن تأليف المتميزة رنا أبو الريش، وإخراج المبدع خالد الحلفاوي في التعاون الثالث بينهم بعد كامل العدد وكامل العدد بلس. المسلسل بيتكلم عن حسن اللي بيلعب دوره آسر ياسين، واللي بيعمل كمدرس في إحدى الجامعات الدولية ومدرب لكرة اليد، واللي عايش حياة من العزلة العاطفية بعد تجربة انفصاله عن زوجته اللي بتلعب دورها هنادي مهنا، وبعد ابنه عنه اللي بيعيش مع أمه في أمريكا. تفاصيل حياة حسن تبدو قليلة جدا. هو بينتمي لطبقة اجتماعية راقية، وبيعيش في فيلا جميلة في إحدى المناطق الفخمة مع أمه اللي بتلعب دورها الفنانة سحر رامي، وأخته الصغيرة عليا اللي بتلعب دورها نور إيهاب، واللي بيعتبرها حسن بمثابة بنته، خصوصا بعد وفاة والدهم وهي صغيرة جدا. في نفس الوقت، حسن عنده شلة من الأصدقاء المقربين جدا المحبين له، اللي منهم فدوى عابد وناردين فرج، واللي بيحاولوا بين الوقت والتاني إقناع حسن بإنه محتاج إنه يدخل في تجربة عاطفية جديدة، ويترك وراه الماضي اللي تسبب في تعاسته وانعزاله اللي نتج عنه إصابته باضطرابات متكررة في النوم. على الجانب الآخر، بنعرف إن النجمة السينمائية المحبوبة نور اللي بتلعب دورها النجمة دينا الشربيني هي كمان عايشة في عزلة نفسية وعاطفية بعد فشل عدة علاقات سابقة في حياتها، وبعد التوتر الشديد في علاقتها بوالدها اللي بيلعب دور الفنان محسن منصور، واللي رفض قاطع دخولها لعالم الفن، وبالتالي كانت علاقته بيها مقطوعة باستثناء والدتها اللي بتلعب دورها الفنانة صفوة. بيموت والد نور وهو غضبان عليها، وأثناء العزاء بتستقبلها أسرتها بجفاء وعنف بيؤدي إلى دخولها في حالة نفسية سيئة جدا، خاصة بعد الضغط الشديد من الصحافة والسوشيال ميديا كرد فعل لأحداث عداء والدها. بتعيش نور وحيدة متفرغة لفنها باستثناء المساعدة بتاعتها اللي بتبقى معاها معظم الوقت، واللي بتكن ليها محبة كبيرة. بنعرف إن عليا أخت حسن بتحب التصوير الفوتوغرافي، وبتحلم تكون صاحبة وكالة فنية كبيرة في المستقبل. وبالرغم من رفض حسن بدافع خوفه الشديد عليها إنها تنزل تشتغل بشكل حر، إلا إنها وعن طريق واحد من أصدقائها بتنزل يوم عشان تصور كواليس أحد الأعمال الفنية اللي بتشارك فيه نور، اللي بتكون عليا واحدة من معجبيها. بيوافق حسن بعد إلحاح من والدته وأخته إنه يزور طبيب نفسي بيلعب دوره الفنان صدقي صخر عشان يتكلم ويفهم طبيعة الأرق النفسي اللي عنده مع واحد متخصص، واللي بنعرف بعد كده إنه نفس الطبيب النفسي اللي بتزوره نور بشكل منتظم. وبعد مرور وقت، بتنهار نور تحت الضغط والشعور بالوحشة والذنب تجاه والدها، وبتحاول الانتحار في الوقت اللي بتكون فيه عالية موجودة بالصدفة عشان تحاول إنقاذها بنقلها لبيتهم. وبمساعدة والدتها فعلا بيتم إنقاذها، وطلب الطبيب العيلة لإسعافها وعلاجها. بيطلب منهم الدكتور عدم تركها لوحدها لأنه مش ضامن إيه اللي ممكن يصدر تاني منها. في نفس الوقت، وبعد ما بيرجع حسن للبيت وبيعرف اللي حصل، بيرفض رفض عنيف، وبيلوم والدته وأخته على تصرفهم بدافع خوفه عليهم وعدم ضمان إيه اللي ممكن يحصل لنور في بيتهم، واللي ممكن يؤدي إلى تورطهم في مشاكل هم في غنى عنها. بتتواجد نور في بيت الضيوف الملحق بالفيلا، وبتقيم معاها ممرضة للعناية الطبية، وبيزورها الطبيب النفسي في البيت للتحسين من حالتها النفسية، عشان يتفاجئ حسن بأنه نفس الدكتور اللي هو بيتعالج عنه. بيوصيه الدكتور على نور، وبيطلب منه إنها تفضل معاهم لفترة لأن وجود الناس حواليها هيفرق جدا مع حالتها النفسية، وبيطلب منه إنها تبعد عن ضغط الصحافة والسوشيال ميديا خوفا من إنها تنهار تاني تحت الضغط.
بيوافق حسن على مضض، وبيفضل جواه تخوف نظرا لإنها فنانة شهيرة، وده ممكن يسبب مشاكل له ولعيلته. بالصدفة بيشوف حسن واحدة من الممرضات بتصور نور وهي نايمة في السرير عشان تنشرها على الإنترنت، فبيعنفها حسن وبيطردها من البيت. ومع اهتمام أهل حسن بنور بتبتدي تتحسن، وبتبدأ علاقة بينها وبين حسن واستلطاف متبادل، ولكن على استحياء، عشان تتعافى فعلا وياخدها حسن عشان تقضي معاه سهرة راس السنة مع أصحابه اللي متعودين عليها سنويا. وبسرعة بيرتاح لها أصحاب حسن، والكل بيجمع على إنهم لايقين قوي على بعض، خاصة وإن حسن ابتدى يطرق عليه ارتياح نسبي وتغير إيجابي في طبيعته لفت أنظار كل اللي حواليه. وتتوالى أحداث الست حلقات الأولى في هذا الإطار، وكل ما بيمر الوقت كل ما العلاقة بين نور وحسن بتقوى، وبيعرفوا عن بعض حاجات أكتر، خاصة وإن أهل حسن أقنعوا نور بإنها تأجر بيت الضيوف اللي كانت مقيمة فيه وهي تعبانة عشان تفضل جنبهم، لأنهم اتعودوا على وجودها برغم إنها طلبت إنها ترجع لبيتها عشان ما تبقاش ضيف تقيل عليهم. المسلسل نقدر نقول إنه بينتمي للدراما الرومانسية المغلفة بطابع كوميدي خفيف ودراما اجتماعية حياتية، أبطالها الرئيسيين هم نور وحسن. المسلسل كمان هو منصاتي بالدرجة الأولى، وكان يصلح جدا لعروض الأوف سيزون، إلا إنه كمان يصلح للعرض في الموسم الرمضاني كمسلسل خفيف غير متكلف. الجميع قدم عليه إلى الآن بشكل جيد جدا. حضور آسر ياسين ووهيب الدين الشربيني هم اللي لهم الأثر الأقوى حتى الآن في أحداث المسلسل. لكن يعيب العمل عدم وضوح. هل هيستمر العمل في باقي حلقاته على إنه دراما رومانسية وقصة عاطفية بين اتنين، ولا هيحصل بلوت تويست يغير مجرى الأحداث وينعشها شوية ويغير وتيرتها؟ ده اللي لازم ننتظر ونعرفه إن شاء الله خلال حلقات المسلسل اللي جاية. الإخراج كان خفيف وهادئ زي قصة المسلسل بالضبط، وما حملش المسلسل أكتر ما يحتمل. ما يزعجش المشاهد بتفاصيل وأحداث بعيدا عن الضروريات اللازمة لمعرفة تاريخ وطبيعة شخصيات العمل الرئيسية. طبيعة الصورة والألوان واختيار أماكن التصوير ودراما الأشياء الخاصة بكل شخصية كان مناسب جدا، وخدم العمل من ناحية الصورة البصرية وتجربة المشاهدة اللي ما كانتش فيها ملل ورتابة. أعيب بس عن المسلسل زي ما قلت سابقا عدم وضوح هل الأمور هتستمر على نفس المنوال، ولا هيحصل حدث يخلينا نعدل قعدتنا على الكرسي ونفكر أكتر مع الأحداث والأبطال. في النهاية أنا منزعجتش أبدا من الست حلقات اللي فاتوا، وهكمل المسلسل إن شاء الله، واللي أتمنى إن المناقشة اللي جاية رأيي فيها يكون إنه فعلا مسلسل جميل ككل بعد انتهاء العمل. تقييمي للعمل لحد دلوقتي هو 7.5/10، مع احتمالية إن التقييم يزيد حسب الأحداث اللي هتحصل في باقي حلقات المسلسل. خلصت مناقشتنا النهاردة عن الست حلقات الأولى من مسلسل اتنين غيرنا. انتظروني إن شاء الله في مناقشة باقي حلقات المسلسل بعد انتهائه. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا، ومستني أروح حضراتكم تحت في الكومنتات عن المسلسل، وإيه أكتر مسلسل عجب حضراتكم لحد دلوقتي في موسم رمضان السنة دي. كان معاكم أحمد مرعي من قناتكم قناة صوت السينما. يومكم سعيد وسلام.